امبارح والتايم لاين غرقان بفساتين الفنانات وبدل الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. والفكرة بقى في حاجة يعني اللي نفسنا نعرفها، يعني هو المهرجانات دي المفروض أساسا يعني إن هي مش عرض أزياء، يعني هي مسابقة للأفلام. فالفكرة بقى إن إحنا لحد دلوقتي ما نعرفش هو مصر مشاركة بفيلم إيه. محدش عارف. طب هل في أفلام عربي؟ محدش عارف. طب هل في أفلام من أفريقيا؟ محدش عارف. طب هل أمريكا مشاركة في مهرجان القاهرة؟ محدش عارف. طيب في أفلام من أوروبا؟ محدش عارف. طب مصر داخلة بأفلام إيه؟ محدش عارف. طيب الدول العربية داخلة بأفلام إيه؟ محدش عارف. طيب مين أهم النجوم اللي حاضرين المهرجان؟ محدش عارف. طيب مين لجنة التحكيم؟ محدش عارف. طيب مين المرشح الأول بالفوز؟ محدش عارف. المهم فكك من كل الكلام ده، أهم حاجة نعرف إن الفنانة فلانة الفلانية كانت لابسة الفستان اللي عامل، عارف أنت، ده المهم عندهم.